السلام عليكم. تعالوا بقى النهاردة في فيديو من الفيديوهات اللي أنا بحبها، علشان الأكلة دي أنا بحبها جدا ومن الحاجات اللي أنا فعلا بكون بعملها بمزاج وبحب. هعمل النهاردة أكلة لو كلتوها في المطاعم هتتكلف كتير جدا. تعالوا بقى نعملها النهاردة في البيت، هتبقى تقريبا بنص التكلفة. معايا كابوريا، ومعايا سمك بوري أنا فتحته من الظهر علشان هعمله سنجاري. طبعا السمك البوري بيبقى احلى حاجه ليه هو مقفول، ولكن عندي في البيت مش بيحبوا السمك المقفول. شفتوا البطارخ بتاعته. ومعايا كمان جمبري، هعمل جزء منه مقلي، وده سبت الراس والديل بتاعته هعمله مقلي راس وديل، والجزء التاني هعمله جمبري باتر فلاي بالزبده. ده طريقة تنظيف السمك الجمبري الباتر فلاي. بتفتحيه من الظهر بالمقص كده، وبتشيلي بقى منه الخيط الرملي اللي بيبقى في الظهر بتاعه، وبتفتحيه زي الكتاب كده، بتضغطي عليه بايديكي لحد لما بيتفتح جامد. والسمك اللي هو اللي كان هيتقلي ده برضو شلت الكيس الرملي منه. تحطي الخلة في أول فقرة بعد الديل، يعني أول خط بعد الديل، أول فقرة بتحطي خلة الأسنان فيها، وبتشدي بالراحة خالص بيطلع كله في ايديكي. بتشيلي بقى القشرة اللي في النص كده، او لو حابة تفتحيه برضو من الظهر عادي، او لو تشيلي القشرة كلها وتقليه يبقى كله مقلي من غير راس وديل، مفيش مشكلة. كمان كنت معايا صبيت منضفاه ومقطعاه شرايح علشان هيتقلي. قبل بقى ما ابدا الفيديو كده اعملي لي لايك الحلوه بتاعتك، واكتبي لي في التعليقات اسم من اسماء الله الحسنى، ويلا بينا نبدا الفيديو. هعمل بقى هنا تتبيلة أساسية، ودي هتكون لكل السمك اللي معايا. بحط توم كتير، ومعاه فلفل أحمر وفلفل أخضر وبقدونس، معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقتين من الملح. ما تقوليليش الملح كتير، لأن الملح ده هيبقى لكل كمية السمك اللي معانا. كمان بزود تقريبا تلت كوباية من المستردة، وبخلط كل الخليط ده كده مع بعض. أنا عندي تارجت إن أنا عايزة أخلص كل الأنواع السمك اللي أنا بعملها في وقت واحد. هقول لكم بقى التكنيك دلوقتي ازاي لو عندك عزومة او حاجة عايزة تخلصي كل الاكل في وقت واحد يبقى سخن يتقدم كله مع بعض، وازاي تبقي شغالة فيه كله مع بعض زي ما انا بعمل. حطيت هنا ليمونة بس على الخلطة دي في الاخر، علشان مش عايزة ليمون كتير ينشف لي السمك والجمبري. اللي حابب يزود ليمون بعد كده يزود. من اساسيات برضو ال الاكلة دي كلها مع بعض ان انا بقطع طماطم وفلفل وبصل وجزر مبشور. بقطعهم كده وبخليهم على جنب. اول حاجه بقى هعملها بجيب السمكه البوري وبحطها الاول على ورق زبده علشان ما تلزقش في الفويل، وبعد كده بحط ورقه الزبده بالسمكه على فويل، وبعمل لها شيب كده شكل السمكه. اخدت السمكتين بتوعي وحطيتهم في صينيه، وبعد كده دهنتهم بقى بالخليط بتاع التوم ده كويس كده من البطن ومن الظهر ومن كل مكان، ورشيت شويه من الزيت. لو انتوا عاملين دايت او مش حابين تزودوا زيت براحتكم، لكن هو بيدي طراوه ولون حلو للسمك. هنا كمان زودت بقى البطارخ، حطيتها في مكان البطن علشان تستوي مع السمك. في بولة بحط معلقتين من خليط الثوم اللي انا عملته. بعد كده اول حاجه بنزلها الصبيط اللي انا مقطعاه وبقلبه في الخلطه، وبعد كده بحط فوقه الجمبري، وحاولوا ما تقلبوهوش قوي علشان الراس بتاعه الجمبري ما تتخلعش. ومش بسيب الجمبري في الخلطة دي كتير علشان ما يتهريش. هو أقصى حاجة ممكن أسيبها في التتبيلة نص ساعة. في حلة بقى بحط شوية من الزيت، وبنزل بالخلطة بتاعتي اللي أنا كنت عاملاها، ومعاها معلقة كمان من خلطة الثوم، الخلطة اللي هي بتاعت الخضار، ومعاها معلقة من خلطة الثوم. وده السمك بعد ما سبته حوالي ربع ساعة هدخله بقى الفرن. الخلطة بقى اللي أنا مشغلة فيها في الحلة دي هشيل منها 3 معالق على جنب، وبعد كده هبدأ أنزل بالكابوريا بتاعتي. هقلب الكابوريا دي في الخلطة كويس، يعني هرفع الخلطة كده اللي أنا عاملاها دي عليها، وبعد كده هحط عليها تقريبا كوباية من المية، وهغطيها واسيبها كده الكابوريا عندي هتستوي. في طاسة على النار بحط بقى معلقة زبدة محترمة كده، وببدأ ان انا ارص الجمبري بتاعي من المكان اللي احنا فتحنا منه الظهر بتاعه بالمقص، وهبدأ ان انا احط الجمبري الباترفلاي، هبدأ احطه في الزبدة بالشكل ده. مجرد ما هسيبه دقيقتين هلاحظ ان الجمبري بدأ لونه يبقى اورنج كده وبدأ يتغير، فبسرعة هروح اقلبه، لان الجمبري مش بياخد وقت خالص في التسوية. وانا عايزاه يطلع تسويته مظبوطة، ما يكونش ايه بيشد كده او مجلد واحنا بناكله. هقلبه على طول، وبرده الخطوة دي هتاخد بس دقيقتين. مجرد ما اللون يتغير بحط معلقة من خلطة الثوم،
ورشه من البابريكا، وكمان تقريبا ربع كوبايه من المستردة. وهقلب بقى كل الخلطه دي مع بعض. وخلاص كده ده دوره انتهى، هركنه على جنب لحد وقت التقديم. هزود عليه شويه حاجات. بالنسبه بقى لمعلقتين خلطه الخضار اللي انا قلت لكم شيلوها على جنب، بعد ما سبت السمك في الفرن ربع ساعه، طلعته وحطيت في مكان البطن فوق البطارخ كده الخلطه دي، وهرجعه تاني للفرن. في الوقت ده هعمل الرز. قطعت بصلايه وحمرتها كويس لدرجه ان هي بقت لونها البني المحروق ده، وبعد كده هحط عليها ميه مغليه. هسيبها تغلي شويه، وبعد كده هشيل البصل لان انا عندي مش بيحبوه بالبصل. وهنزل الرز، هظبط الملح بتاعي، واحط رشه من الكمون، وكده الرز كمان بدأ ان هو يستوي. كده تقريبا كل الحاجات عندي بتستوي. فاضل الجمبري، تبلته كله بدقيق ونشا وملح وفلفل ابيض. وبعد ما خلصت الكميه كلها من الدقيق، هبدأ ان انا اعمله بالبخاخه، علشان الدقيق يلزق في السمكية او يلزق في الجمبري والصبيط، وما يتحرقش في الطاسة ويعمل لي يعني يتحرق في الطاسة ويحرق لي الزيت. هبدأ بقى ان انا اقليه، بس هنا انا كنت مستعجلة فقلبت الصبيط بدري. فانتوا سيبوه يتحمر براحته، يعني هو بياخد تقريبا من 12 دقيقة ل 14 دقيقة كده. كده الكابوريا بتاعتي خلصت. شايفين الشوربة بتاعتها خطيرة. وانا بقلي الصبيط والجمبري والرز بيستوي وكل الحاجه تقريبا خلصت. كمان انا عايزه اقول لكم ان انا دخلت بدنجانيه في الفرن تتشوي، علشان كمان هعمل سلطه بابا غنوج مع السمك. خلصت الصبيط وطلعته في مصفى. ما تطلعوش على ورق مناديل علشان ما يعجنش منكم. الافضل انه يطلع على مصفى كده علشان يصفي الزيت بتاعه براحته، والقشر تفضل ثابته عليه. وانا بقلي بقى الجمبري، طلعت البدنجانيه بتاعتي قشرتها وحطيت عليها طحينه وزبادي وليمون وملح وكمون، وضربتها كده مع البتنجان. قبل التقديم بقى على طول رجعت تاني الجمبري اللي هو بالزبده، رجعته على النار وحطيت عليه كوبايه من الكريمه، رشه من الشبت المفروم. وكده الجمبري بتاعنا الباتر فلاي خلص. عايزه اقول لكم الصوص بتاعه ده رهيب، يعني يتاكل كده مع رز ابيض بس. لو انتوا بتعملوا الجمبري الباتر فلاي مع رز ابيض بس كده بيبقى رهيب. ظبطت الملح بتاعي، وكده الطبق جاهز على التقديم. كده فاضل معايا ان انا ابص بقى على السمكه اللي هي في الفرن اطلعها. وكمان هنا البابا غنوج خلطته كله مع بعض، وزودت عليه شويه من البقدونس المفروم وقلبته كده. يبقى كده انا تقريبا الاكل بتاعي كده كله خلص. الكابوريا خلصت، والسمكه بتاعتي السمك البوري خرج من الفرن، وكمان الجمبري الباتر فلاي خلص، والمقلي كمان خلص. وخلصنا الوقت كله في السمك كله، يعني الاصناف كلها في وقت واحد. والاكل كله هيتحط على الترابيزه سخن. واتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، وما تنسوش تكتبوا لي اسم من اسماء الله الحسنى في التعليق.